ومن 2000 لغة ولهجة لم يعترض أحد على سفر النشيد إلا من عنده الثقافة العربية فقط. كذاب، والمرجع قدامك اهو، كتاب تاريخ الكتاب المقدس ده بيتباع في دار الثقافه المسيحيه اللي في شارع الجمهوريه. ماشي، بيقول ايه؟ كلمه الله تظهر في كل اسفار الكتاب المقدس فيما عدا سفري استر ونشيد الانشاد لا مؤاخذه، وعدم ذكر اسم الله ادى ببعض القاده من اليهود والمسيحيين بان هذين السفران ليس من الاسفار المقدسه. عشان اللي جاي يقول لك العرب بس، لا يا كذاب، اليهود والمسيحيين دول كانوا عرب يا فندم. الكتاب ده برضه، الكتاب ده رائع اسمه ايه؟ كل المعجزات في الكتاب المقدس، ترجمه ادوارد وديع عبد المسيح، دار الثقافه الارثوذكس المسيحيه هي انجيليه. بيقول في صفحه 159 نشيد الانشاد، هو بيتكلم عن المعجزات، فبيقول لك لا شيء معجزي في هذا الصفر اللاديني الذي لا يرد فيه من البدايه الى النهايه كلمه واحده ذات ارتباط بالدين. تخيل كتاب بيقول لك صفر لاديني، صفر لاديني الذي لا يرد فيه من البدايه الى كلمه واحده ذات ارتباط بالدين، ويقول لك العرب بس هم اللي بيفهموا كده. يا نهار ابيض، صفر نشيد الانشاد غير الديني. المرجع ده مهم قوي، الترجمه العربيه المشتركه اللي كان بيشير ليها وينصح بيها تودروس البطرك. بيقول في صفحه 839 المرجع ده مشارك فيه الارثوذكس، بيقول لك ايه؟ نجد في التوراه مجموعه من اناشيد الحب عشان الانبا بافلي بس الحب اهو، بيقولوا حب اهو، يعبر فيها الحبيبان عن عواطفهما بشعر وواقعيه، وبيكمل بعدها ويقول هذا ما ادهش القراء بل صدمهم. ليه؟ ازاي يبقى كلام الله فيه الكلام ده؟ يعني مش العرب اهو